السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وتستفادوا منه ان شاء الله. وما تنسونيش لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك عشان القناه تكبر بيكم. ما تنسونيش في اللايكات بتفيد القناه جدا. قبل ما ابدا معاكم الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده بدات معايا في المطبخ، يومي في المطبخ. كنت انا طبعا مروقه المطبخ بتاعي من بالليل، والحمد لله كان نظيف ومفيهوش اي حاجه وزي العسل. بدات كده قبل ما اعمل اي حاجه في الشقه، حطيت حله الشوربه دي كده على النار، وحاطه فيها فضله خيركم كده لحمه بتتسلق. علشان اللحمه انتوا عارفين هي بتاخد وقت، فانا بدات بقى هي الاول. سبتها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها على النار، وبدأت بقى ان انا اخرج في الشقة. نزلت اول حاجة معايا كده الستارة دي اللي هي في الصالة بتاعت الطرقة بتاعت المطبخ والحمام. طبعا انتوا عارفين البرائع دي صعبة جدا في تنظيفها، بس انا عملت فكرة جميلة جدا انتوا شايفينها اهي معايا. عملت لها فكرة ان انا اشيلها بكل سهولة واغسلها. طبعا انتوا عارفين الفستونات دي بتبقى معمولة بكليبسات او بدبابيس مكتب او حاجه زي كده يعني. كليبسات بتهيألي اللي هما بيحطوها المنجدين او بتوع الستاير. بس انا طبعا ما كنتش بعرف اغسلها. عملت فكره اللزق اللي هو السكوتش ده اللي بيبقى بيلزق. بيبقوا الاتنين في بعض كده بيتلزقوا. خدت طرف كده اللي هو بيبقى الطرف من الخشن ده، انا ثبته في البلتكانه بتاعت الستاره بتاعتي من فوق بالشكل ده. حطيت على كل جنب في الفستونات، كل فستونه حطيت لها كاوتشه كده اللي هو بيتلزق ده، وثبتها كويس قوي بالابره وبالخيط، لان انتوا عارفين طبعا انا ما عنديش دباسه خشب. ودبستها كده، وبالتالي هتبقى سهله وبسيطه معايا ان انا افكها واغسلها. طبعا مش هحطها في غساله خالص، لا انا هنقعها بميه واريال، وبالتالي تبقى نظيفه معايا. واول ما اغسلها كده وتبقى نظيفه هنشرها. طبعا هنشفها باي طريقه انتوا عارفينها. هحطها في البلكونه، هحطها في اي مكان، المهم ان هي تنشف. وما طبعا ما ينفعش ان انا اعصرها في غساله ولا حاجه عشان ما تكرمش معايا القماش بتاعها. بدأت بقى ألمع معايا الإكسسوارات بتاعت الستارة. طبعا دي حتة قطيفة، دي مش مبلولة ولا أي حاجة. دي عندك ملمع أخشاب، ملمع إزاز، أي حاجة هتديها لمعة زي كده وهتتمسح، هتبقى نظيفة جدا. ومش يعني الحاجات اللي زي كده لما بتتمسح بحتة مبلولة بتبتدي تطوس أو زي بتصدي كده. لكن أنا ما بلتش أي حاجة ولا مسحتها بحتة مبلولة خالص. بدأت بقى جبت حتة قماشة وبلتها بمية، وبدأت بقى امسح بيها الستارة كده عشان تدي لمعة واشيل التراب منها. انا نفضتها الاول. بدأت بقى امسحها كويس جدا، هي مش متوسخة، هو بس تراب بس. الفكرة دي طبعا نفعتني جدا جدا. كنت الاول ببقى محتارة انضف الستارة ازاي، مهما تنفضي فيها، مهما تنفضي بحتة مبلولة او بتمسحيها، مهما تعمليها بالمكنسة الكهرباء طبعا ما بتنضفش. الفكرة دي هتفيدكم جدا جدا للي عندها ستاير من نفس نوعية الستارة بتاعتي دي. هتفيدكم جدا. ما تقلقوش منها، مش هتبوظ ولا حاجة. بس انتوا تحاولوا تجيبوا على قد القطع اللي هي الفستونات دي، تحطوا لها اللزق وتخيطوها كويس جدا عشان ما تفكش معاكم. وان شاء الله هتبقى فكرة بسيطة قوي معاكم وهتنفعكم. هتبقى كمان هتشجعكم على ان انتوا تغسلوا الستاير على طول. طبعا سبتها تنشف كده براحتها خالص، وبدأت بقى انضف في الشقة كده تنظيفة بسيطة. جبت معايا هنا ملمع الاخشاب اللي انتوا شفتوه ده، الملمع ده جميل جدا. وبدأت امسح كده الموبيليا بتاعتي او الخشب بتاعي. طبعا انا نفضته الاول من اي اتربه عليه. وبدات بقى امسحه كده بالملمع بتاعي ده، بيدي لمعه جميله جدا للاخشاب، وبيفضل مده كده وهو الخشب بتاعي بيلمع. النوعيه دي جميله جدا بجد، جربوها. احسن من ان انت تبلي حته مبلوله، او الحاجات دي بجد بتخلي الخشب لونه يغير. بصوا بقى، انا هنا كنت منفضه الشيلات بتاعت الكنب اللي عندي ده، كنت منفضاها حلو قوي يعني ومسحه الخشب زي ما انتوا شفتوا. هبتدي بقى ارص كده معايا الشيلات بتاعت الكنب.
طبعا ان شاء الله الايام اللي جايه دي ان شاء الله هنغير الفرش ده خالص. طبعا احنا دخلنا على العيد، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اقدم لكم فيديوهات ان شاء الله الايام اللي جايه دي هتنفعكم كتير جدا. شوفوا انتوا حابين اقدم لكم فيديوهات ايه وانا اعملها لكم بامر الله، كل ما يخص العيد واكلات العيد تنظيفات الشقه والحاجات دي كلها هنزلها لكم بامر الله. بصوا كده كنت خلاص خلصت الصاله وظبطتها بالطريقه دي كده. كده كانت نطفت معايا الحمد لله، وكنستها والحمد لله نضيفة اهي مفيهاش اي حاجه وزي العسل. وكمان كنت خلصت بقيه الشقه كده، الشقه عندي رايقه وما فيهاش اي حاجه الحمد لله. ربنا يجعلها كده يا رب دايما على طول، ويهدي ولادي يا رب وولادكم كلكم. دخلت بقى المطبخ تاني وبدات اشوف كده هعمل الغدا بتاعي او العشاء. احنا عندنا عشاء بصراحه. احنا الوجبه الرئيسيه عندي انا العشاء مش الغدا زي اي حد يعني. في ناس كتيره طبعا زي حالاتي كده وجبتهم الرئيسيه بتبقى في العشاء مش في الغدا، مع ان ده مش احسن حاجه طبعا. بس اهو الحمد لله احنا اتعودنا على كده خلاص، وكان عشان مواعيد كمان شغل جوزي. فمش مشكلة يعني، احنا اتعودنا على كده خلاص. جبت هنا البطاطس معايا وبدأت اقشر فيها. طبعا انتوا عرفتوا كده انا هعمل ايه. دي اسهل حاجة تتعمل في الطبيخ لما تكوني عايزة تنجزي. بجد اكتر اكله طعمها جميل جدا وموفره في الوقت وفي المجهود، وما بتاخدش اكتر من 5 دقايق في عملها. يعني لو في عندكم عزومه ولا اي حاجه ارشح لكم دي اكتر صنف ممكن تعملوه. البطاطس هعمل بطاطس صينيه، بجد ولادي بيحبوها جدا. خفيفة وطعمها حلو. حتى لو باتت كمان بيبقى طعمها احلى من الطازة كمان، اما بتتسخن بتبقى جميلة جدا برضو. فاكتر حاجة برشحها لكم يعني في الايام دي كلها صينيه البطاطس. قشرتها بالطريقه دي كده وابتدي اقطعها بقى حلقات. طبعا صينيه البطاطس مش كل الناس بتعملها زي بعض. في ناس بتعملها بالطماطم دي معصورة، وفي ناس بتقطعها تقطيع كده طرنشات بتبقى اسمها بطاطس بيضة. حبايبنا في اسكندرية بيعملوها بالطريقة دي، اسمها بطاطس بيضة مش بالقطة المعصورة في الخلاط زي حالتنا كده. بس انا بصراحة بفضلها اللي هي العصير الطماطم، بيبقى فيها صلصة كده وولادي بيحبوا ياكلوها بالرز اكتر. بدأت اجيب البصل بقى كده معايا واقطعه، مش شرط اقطعه بقى اللي هو الناعم ده. بدأت اقطعه كده حتت كبيرة مش مشكلة، لان هي اصلا المفروض انا بقطعها حلقات مدورة، بس انا عشان ولادي بيلاقوها طويلة كده ما بيعرفوش ياكلوها، فانا بحاول اقطعها كده كبيرة شوية، يعني زي مكعبات كده كبيرة. التقطيع طبعا مش مشكلة. قطعتها كده بالطريقة دي، وقطعت عليها قرن فلفل حراق كده او حسب الرغبة زي ما انتم ما بتحبوا. بصوا اي حاجة انتوا بتحبوها اعملوها في المطبخ، اي حاجة ولادك يحبوها اعمليها. مش شرط تعملي زي فلانة او طريقة فلانة بتعجبك، شوفي الطريقة اللي ولادك بيحبوها ايه، لان هو ده اللي هيفيدك. لو عملتها باي طريقة تانية ولادك حتى مش بيحبوها، بالتالي الاكل هيقعد عندك وهيتدلق وحرام ومش هيتاكل. انتي اعملي الطريقة اللي ولادك بيحبوها دايما بيحبوها من ايدك واعمليها كده. انا بصوا خلصت بقى البطاطس وبدات تبلتها بالكمون والكمون والفلفل الاسمر والملح والشطه. عندك كزبره حطي، عندك اي حاجه حطي. حطيت لها كمان مكعب مرق ماجي. هنا بقى عصرت الطماطم وحطيتها، بنزود عليها برضو حبه شوربه لان الطماطم لوحدها بتبقى البطاطس ناشفه. ناشفة تاني. بصوا يعني انها هتلخبط خالص. البطاطس ناشفة مبيبقاش فيها الصلصة للرز، فانا بحاول احط عليها معلقتين 3 شوربة. وكده صنف اهو من الاصناف كده خلص معايا. هتدخليه الفرن او على البوتاجاز من فوق. لو على البوتاجاز من فوق هي لما تسيبيها لما تستوي وبعد كده تحطيها في الشوايه، تحت الشوايه تكون النار عاليه عليها، مش هتاخد اكتر من دقيقتين. حطيت عليها كده معلقتين سمنه، وحطيت كمان شوربة. كانت خلصت الشوربة هي يعني نص سوا كده. زودت حبة ملح كمان وخلاص كده يعني طعمها اتظبط معايا كده. هغطيها بقى لما تستوي خالص وهبتدي بقى اتبل معايا الشوربة، لان انا بصراحة ما بحبش اتبلها من اول ما بتغلي لان بيبقى فيها ريم بفضل اشيله كل شوية، ده ممكن يشيل معايا التوابل. حطيت هنا حبة
حبهان على قرفة خشب، على حبتين مستكة وده ورق لوري وفلفل اسمر. وخليت بقى الملح ده في الاخر. ده بص اهو الحاجات الصغنونه قوي اللي انا حطيتها في الاخر دي المستكه، حبوب صغننه بس بجد بتدي طعم جميل جدا في الشوربه، بتدي لها ريحه وطعم جميل جدا. هنا بصوا بقى بدأت بقى اشطب اي حاجة بتخلص معايا كده، علشان بعد ما اخلص الاكل يبقى الاكل خلص والشقة نظيفة والمطبخ نظيف، ما احسش باي كركبة تاني. لان على اخر اليوم بجد بيبقى الواحد خلاص جاب اخره وتعب، من البيت للسوق لو بنجيب عيش، لو بنأكل ولادنا الصبح، الواحد بجد بيبقى مجهود جبار. يعني ربنا يعين كل ستات البيوت اللي بتشتغل بره واللي في البيت واللي ست بيت، لان بجد البيت ده مسؤولية كبيرة جدا جدا، ربنا يعيننا ويقوينا عليها. بصوا هنا بقى حبايبي كنت مقطعة الملوخية مقرطفاها وغسلتها وسبتها كده لما تتصفى. كانت هنا البطاطس معايا استوت الحمد لله. كده هبتدي بقى حبة تحطها تحت الشواية، حبة تسيبها كده زي ما هي جميلة جدا برضو مش هتقول لأ. كانت الشوربة برضو معايا هنا استوت وشلتها من على النار. بدأت بقى احط حلة الرز معايا، حطيت بدأت بالشعرية. احنا بنفضل بصراحة الرز بالشعرية، واوقات بعمله حباية وحباية، الاتنين جمال وطعمهم جميل جدا. في ناس بتفضل الرز الابيض برضو بيبقى جميل جدا، بس انا بصراحة مش بفضله قوي، لاني بنفضل اكتر اللي بالشعرية او حباية وحباية اكتر. حطيت هنا الرز معايا وهديله برضو هشوحه بقى تشويحتين كده مع الشعرية عشان يبقى مفلفل كده وطعمه جميل. بعد كده بقى هنزل معايا. بصي عندك مية حطي، عندك شوربة حطي، المتاح عندك حطي، بس بجد الشوربة بتفرق جدا مع الرز، بتديله طعم مسكر قوي. ما عندكيش شوربة بصي في مرقة بيضة صيني دي بتدي بجد طعم جميل. بص انا بقيس المية بصبعي، بقيس اول عقلة في صباعي، لما المية بتوصل عندي كده انا بعرف ان كده الرز اتظبط معايا. كل واحد طبعا بيعلم الرز بيتظبط معاه بمعلقة باي طريقه هو بيعرف لها. انا بعمله كده. بصوا المرقه دي اللي انا بقول لكم عليها بجد بتدي طعم مسكر جدا للرز. لو عندكم بجد جربوها. اسمها مرقه صيني جميله جدا. هنا بقى حطيت في الطاسه دي كده معلقتين محترمين كده سمنه بلدي. هبتدي بقى اعمل اللحمه بتاعتي بطريقه خفيفه وجميله جدا. بجد جربوها، الطريقه دي هتعجبكم قوي قوي وخفيفه وسهله جدا. حطيت هنا بقى الطاسه، حطيت هنا معايا توم مفروم في الفريزر او طازه زي ما انت عايزه. حطي على النار كده واديله تشويحتين. طبعا هتسيبيه لما تحمر اكنك هتطشي ملوخيه او باميه، وبعدين تستنوا عليها كده لما تحمر. بصوا يعني مش تحمر زيادة قوي، لان التوم بالذات لما بيحمر بيمرر، لما بتزوديه قوي يعني في السوا بيمرر، لكن لما بيبقى حلو كده لونه اصفر ذهبي جميل بيبقى التومه بجد طعمها جميل قوي. بس اهم حاجه لازم التومه تبقى بزياده شويه، يعني مش اكنكم بتعملوا ملوخيه، لا ده احنا بنحط حبه محترمين. بصوا كده وصلت للون الذهبي. هبتدي بقى ازودها كده مج شوربه، ممكن تزودي مجين. ثواني يا خديجه. طبعا خديجه دي عامله لي قلق وعامله لي ازعرينه كده في الفيديو. بصوا كده انا زودتها حبه ملح، طبعا على حسب طعم الشوربه ما يكون ملح او لا. حطيت بهارات لحمه، حطيت فلفل اسمر، حطيت عندك كاري حطي، عندك كركم برضو يدي لون جميل قوي للحمه حطي. هنا حطيت بقى اللحمه بكل البهارات بتاعتها، بالورق اللوري، بالقرفه، بالحبهان، ده بيدي برضو ريحه للحاجه للتومه. وسبتها كده مع نفسها هتتشوح كده حبه، وهتغطيها واسيبها كده مع نفسها. شايفين الصوص ده بجد طعمه جميل جدا، والريحه مش عايزه اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي. هنا بقى حطيت حبه شوربه على النار، وهنا كنت خرطت الملوخيه اللي انا كنت غسلاها وانتوا معايا وصفيتها. زودت هنا مرقه للشوربه، لان انتوا عارفين مرقه اللحمه مش بتبقى شبه مرقه الفراخ. وحطيت كده حبة شوربة صغيرين مش كتير، يعني دي مش كمية الملوخية اللي احنا هنطبخها في الشوربة.
لا هتشوفوا دلوقتي انا قللت الشوربه ليه. طبعا انا جبت كميه الملوخيه كبيره على استعمالنا، بس انا هقول لكم ليه انا زودت الملوخيه وعندي هنا الشوربه قليله هسيبها. هاجي بقى بصوا انا كده قلبتها يعني نص تقليبه وشلتها من على النار، هقسمها نصين بالظبط. ده النص كده شايفين تخينه ازاي ما فيهاش شوربه، النص التاني بقى انا هحطه وهزوده شوربه تاني علشان يبقى السمك بتاعه زي اللي احنا بناكله الطبيعي خالص. هتغلي معايا غلوه واحده، مش هخليها تغلي كتير عشان ما تسقطش معايا. وهبتدي اعمل لها بقى الطشه الجميله بتاعتها. عندي الطاسه هنا الصغننه الجميله بتاعتي دي انا شارياها مخصوص للتوم. ممكن اعمل كمان فيها بضايه بتبقى جميله قوي، الولاد بيحبوها كده، بضايه مدوره على قدها بالظبط. لو وصلت معايا لهنا بقى تعالوا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو وصلت معايا الفيديو هنا والفيديو عجبك يا ريت ما تنسيش في اللايك. اللايكات بجد يا جماعه بترفع الفيديو جدا وبتحفزني. يا ريت تعليق كويس منكم يرفع شويه الروح المعنويه الايام اللي احنا فيها دي. وكمان عشان احس كده ان القناه بجد عجباكم تحفزونا اشتغل اكتر واكتر عليها، وربنا يعوضني خير فيها يا رب، اللهم امين. بصوا كده التوم خلاص اهو قرب يحمر معايا. مش هسيبها برضو لما تتحرق قوي، يبقى لونها ذهبي جميل كده زي ما انتم شايفين. كده خلاص احمرت معايا وطشيت الملوخيه. مش قادره اقول لكم بقى الريحه بجد، ريحتها بتبقى جميله جدا. موسم الملوخيه ده بجد انا بعشقه لاني بحب الملوخيه جدا زي ما كلنا بنحبها. بصوا هنا بقى الملوخيه دي كانت بردت خلاص معايا. ليه تملي؟ انا بصوا التملي بعمل الملوخيه بزياده، لما باجي اشتريها ما بشتريش على قد الوجبه بتاعتنا، لا انا بزودها وبعمل اللي انتوا شايفينه ده كده اللي عدى قدامكم في الفيديو. بصوا الشوربه دي اتبقت معايا برضو حطيتها في كيس. اي شوربه عندي ما بدلقهاش نهائي خالص في لحمه او فراخ، لاني باجي في يوم وبحتاجها ما بكونش عامله طبيخ. بلاقيها بتنفعني بصراحه، ما برميش شوربه ابدا. لا الملوخيه دي وقت ما بقى بطلعها من الفريزر بكون مسخنه الشوربه بحط فيها الملوخيه. طبعا مش بزود الشوربه كتير فيها، على قد ما انا اخلي قوامها مظبوط بتبقى جميله قوي معايا. وبالتالي كل طبخه بعمل فيها كده بلاقي نفسي خزنت كذا كيس ملوخيه من غير ما احس بتقطيف كتير، او ان انا هقف اخزن ملوخيه. ده بيبقى متعب اصلا اني تقطفي وتخرطي الملوخيه بكميات كبيره. لكن كل ما تعملي اكله زي كده وتزودي الملوخيه فيها وتشيلي نصها وتحطي نصها، ده بجد بيوفر عليكي كتير. كده هنا كنت فضيت خلاص المواعين يعني مكان الشوربه والحاجات اللي انا المطبخ يعني اتوسخت معايا وكده. صبنتها معايا وكده خلاص. المطبخ برضو معايا ما فيهوش اي حاجه الحمد لله. قلت عشان بعد العشاء بقى يعني لو مواعين بسيطه كده في العشاء ما تتعبنيش. ربنا يدينا الصحة كلنا يا رب كده ويقوينا على بيوتنا وولادنا. بجد الأيام دي الناس بقت تشتكي بجد من التعب، وربنا يدينا الصحة ويعيننا على بيوتنا يا رب وعلى ولادنا. كده كنت خلصت. تعالوا بقى نقدم الأكل بتاعي. ربنا كده يوسع في ارزاقنا جميعا يا رب كده. وشفتوا اهو الاكل كان بجد شكله يفتح النفس وطعمه وريحته كمان جميله قوي. اللحمه بجد جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. وقولوا لي رايكم في الطريقه بتاعت اللحمه اللي عملها قبل كده او اللي ما عملهاش. كده كان يومي خلص، واشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير وسلام.